ضرب إعصار قوي تايوان فأثار رياحا قوية وأمطارا غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن قرابة 3 ملايين منزل. الإعصار تسبب أيضا في مقتل وفقدان عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، كما تأخرت مئات الرحلات الجوية أو ألغيت مع مرور مركز الإعصار سوليدار عبر تايوان بحلول ظهر السبت، وتم إجلاء أكثر من 7500 شخص. ووصل الإعصار إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح السبت واجتاح مقاطعتي يلان وهوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، فتسبب في هطول أمطار غزيرة في المناطق الجبلية بشمال شرق البلاد وهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، بحيث وصفه خبراء بأنه من أقوى الأعاصير التي شهدتها البلاد. وفي العاصمة تايبي أوقفت السلطات بعض خدمات الحافلات وقطارات الأنفاق وأصدرت تحذيرات من سيول وانهيارات طينية. وكانت السلطات قد شرعت بإجلاء الناس مع اقتراب العاصفة، حيث وضع الجيش عشرات الآلاف من الجنود وآلاف العربات في حالة تأهب لعمليات الإنقاذ، وسط توقعات بأن يعبر الإعصار سوليدور مضيق تايوان ليصل إلى إقليم فوجيان الصيني خلال الساعات المقبلة، حيث عملت السلطات هناك على إجلاء الناس من الساحل.